السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نشارك معكم التشورك التركي بالفرماج والمعدنوس. كيجي لذيذ وكيجي زوين وكيجي خفيف، وبنفس العجينة غادي نشارك معكم هاد الخبيزات الحلوين بالكريمة ديال الحليب والكاوكاو والعسل. يلا دابا نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاج في هاد العجينة. عندي كاس ديال الحليب دافئ، كاس ديال الماء حتى هو يكون دافئ، معلقة ديال سنيدة، المعلقة ديال الخميرة الفورية ديال الخبز، كاس الا ربع ديال الزيت النباتية، واحد القبيصة ديال الملحة، غادي نخلط هاد العناصر مزيان تذوب الخميرة مع السنيدة. دابا غادي نضيف الدقيق. غادي نحتاج في هاد العجينة 5 الكيسان ديال الدقيق ديال الطحين. بقى نزيد غير بشويه بشويه حتى نحصل على القوام ديال العجينه اللي بغيت، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا كنخلط ولا كنزيد الدقيق غير بشويه بشويه. دابا غادي نجمع العجينه غير بيدي وغادي نستعمل شويه ديال الزيت. المهم باش ينجح لكم هذا الخبز التشورك، حاولوا تخليو العجينه رطبه، تخليوهاش قاصحه. بعد ما جمعت العجينه غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. كما كتشوفوا راه مازال كتلصق ليا في صبع هاني. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تختمر. كما كتشوفوا بعد ما اختمرت ليا العجينه، غادي نجيب واحد الصينيه ديال الفران وغادي نقطع منها كويرات صغيره بهذا الحجم. وغادي نجيب النصف الثاني ديال العجينه وغادي نديرها خبيزه وسط المقيله حتى هي بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي نقرصها بهذا الشكل. بعد ما قرصتها دابا غادي نجيب واحد الموس وغادي نحاول نفلحها غير بشويه، نقطعها بحال شكل مربعات. بعد ما فلحتها بالموس دابا غادي نخليها جانبا، وغادي نجيب واحد الطبيسيله درت فيها واحد شويه ديال المعدنوس قطعته رقيق بزاف، واحد المعلقه ديال الزبده، واحد رشه ديال الملحه. غادي نخلط هاد جوج المكونات مزيان. كنتمنى تجربوا هاد الخبيزه ديال التشورك، صراحه كتجي لذيذه بالفرماج مع المعدنوس. بعد ما خلطت جوج العناصر مزيان دابا غادي نزيد واحد القطيره ديال الزيت، وغادي نجيب الخبزه وغادي ندهنها بهاد المعدنوس والزبده.
صراحة هاد الخبيزة كتستحق التجربة والله العظيم، كتجي زوينة. دابا بعد ما دهنتها غادي نخليها حتى هي جانبا تعاود تختمر، وغادي ندوز نشارك معكم الكريمه باش بغيت نعمر دوك الخبيزات الصغيورين. عندي هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، 2 معالق ديال الدقيق الفورس، و2 معالق ديال سنيده، وواحد الفاني صراحه خلطته مع الدقيق من الاول. غادي نخلطهم مزيان، وغادي نوضع الكريمه فوق البوطه حتى تعقد. كما كتشوفوا بعد ما عقدت ليا الكريمه، دابا غادي ندوز نجيب دوك الخبيزات بعد ما اختمروا المره الثانيه، وغادي نحاول ندير لهم واحد الحفيره بالكاس بهذه الطريقه. وغادي نجيب دابا واحد المعلقه وبقى نعمر هاد الحفيرات بهاد الكريمه اللي شاركت معاكم. طريقه التزيين كتبقى اختياريه، ديري لهم داكشي اللي بغيتي ولا داكشي اللي متوفر عندك. وغادي نزيد فوق منهم كاوكاو مهرمش، وغادي نزيد فوق من الكاوكاو واحد المعلقه ديال العسل. العسل صراحه كيجيب هذا الكاوكاو كيجيب مقرمش وكيجي حتى هو معسل وكيجي زوين. وغادي ندهن لهم الجوانب بالصفر ديال البيض. هاهي الخبزه ديال التشورك بعد ما حتى هي اختمرت المره الثانيه، غادي نعاود نفلحها بالموس، وغادي ندهنها بالصفر ديال البيض، وغادي نزين ليها الوجه بالقطع ديال الفرماج المثلث. اللي عندها الفرماج الاحمر حتى هو ديروه كيجي زوين، اللي ما متوفرش يكتفي حتى بالفرماج المثلث. بعد ما زينتها بهذه الطريقه دابا غادي نديها للفران تطيب، وغادي نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. ها هما ديال الخبيزات ديالي بعد ما طابوا. دابا غادي ندهن ليهم الوجه بشويه ديال العسل باش يعطي لهم داك اللمعان وكيجيو زويونين. وغادي نزيد لهم واحد معلقه د العسل من الفوق من الكاوكاو. غادي ندهنهم مزيان، وها نتوما ما تمشيو معايا فين حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الخبيزات اللي شاركت معاكم. ها هي ديال الخبزه ديال التشورك بعد ما طابت حتى هي. غادي نقطع لكم واحد الطريف تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي كتجي في الوسط. صراحه كتجي لذيذه وكتجي خاويه من الوسط، وكتجي رطبه ومحمره لا من الداخل ولا من برا. صراحه كتستحق التجربه. كما كتشوفوا راها خاويه واخا كتشوفوها من فوق هكذايا. هادو هما الشكلات اللي شاركت معكم بهاد العجينه ديال الحليب. كنتمنى يعجبوكم هاد 2 الشكيلات. كما كتشوفوا حتى الخبيزات طايبين مزيان وخاويين من الداخل. كنتمنى يعجبوكم وتجربوا هاد الطريقه ديال التشورك التركي بالفرماج مع المعدنوس. وما تنساونيش الا عجبتكم الطريقه وجربتوها تشتركوا معايا في القناه ديالي، وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء فضلا وليس أمرا. ولكم جزيل الشكر أحبابي في الله. مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.